السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع ملك الأجهزة محمود عباس وفيديو جديد للفرن الميني بعد عودة وبعد غياب لمدة 6 شهور أو 7 شهور أو 8 شهور كمان مش موجود في السوق. بإذن الله قدرت أوفر لك فرن الحشاش الشكل اللي هو الجديد من الميني. كان طبعا التحديث اللي قبل كده كان فيه يعتبر كان دورين وفيه رف، لا أنا عملت لك حاجة جديدة خالي من العيوب، مفيش أي ثغره فيه، حاجه الصراحه بسم الله ما شاء الله تنفع في اي مكان. ده احنا بنوفر الفرن ده مخصوص عشان الناس اللي ما عندهاش مكان عايزه تستخدمه في المطبخ، تحطه في اي مكان، تحط البيت صغير المطبخ صغير، محدش ليه حجه. النهارده انا وفرت لك فرن الحشاش المقاس الميني ولكن بشكل احسن من الاول كمان. النهارده الفرن الحشاش بقت الابوه مدوره. طب احنا عملنا ليه ابوه مدوره؟ عشان الحراره والصهد بتاع الفرن. الابوه المربعه اللي كان يستخدم الفرن كان بيطلع صهد كتير، مفيش صداده هنا حمايه للفرن. الصدادات دي بتعمل ضغط للتسويه داخل الفرن، فتقدر انت تسوي الاكل بتاعك كويس، اذا كان عيش او طاجن او صواني او بتشوي سمك او اي حاجه، ما ياخدش معاك وقت. وفي نفس الوقت كمان بدل ما كان متعب نشيل ونطلع على الرف اللي فوق، لا انا وفرت لك النهارده ابوه مدوره، نار من فوق ونار من تحت. النار دي لما هتشتغل انا في فيديو ان شاء الله هصوره وهو شغال، هتبقى النار دي اول ما تشتغل هتروح فرشه يمين وشمال. النار ممكن توصل معاك لغايه المستوى ده. طبعا انا هقرب الكاميرا وكل حاجه هتبان. بلاطه مينا مش بلاطه عاديه، كل الفرن من الداخل مطلب ماده المينا، مش موجود في اي مكان في مصر غير عند ملك الاجهزه. الحمد لله انا بتميز اللي انا بطور في شغلي وعارف انا بقدم ايه للعملاء بتاعتي. انا النهارده وفرت لك الفرن الميني الحشاش 60 في 45 كمان بمكان اللاكور اللي ورا، هو بالظبط هنا بيبقى 43 او 42 في ارتفاع 58 سم من اول سطح الارض، 58 سم لغايه هنا، بس احنا بنقول الارتفاع 60 سم. حاجه شياكه تتحط في البيت زي الميكرويف. يعني لو جبت لك فرن كهرباء 70 لتر مش هتلاقي في فرق كبير، لا نقدر نحطه في المطبخ حاجه شيك، اللون بتاعه كويس. اقدر اعمله لك ستانلس، اقدر اعمله لك ستانلس جولد او فضي، نقدر نعمله كمان السكراب النحاسي. ده افضل الالوان، افضل من الاحمر والالوان اللي هي بتغير مع الوقت لونها. النهارده فرن الحشاش 2 مفتاح، معمول مخصوص لمحلات ملك الاجهزه، متاح شحن لاي دوله في العالم. بنقدر نبعته الحمد لله في الدول الاوروبيه كلها طيران، اما الدول الخليجيه هنا بنبعته شحن بري بيوصل لاي مكان. هنقرب وهنشوف فرن الحشاش وكمان هنشوف الهدايا اللي جايه معاه. طبعا الفرن القديم كان جاي معاه المطرحه الخشب والمطرحه الحديد الصغيره، طبعا جاي من ملك الاجهزه هدايا. وكمان ده عشان الناس قالت الاولاني في رف، انا قدرت دلوقتي اوفر لك رف نقدر نستخدم فيه صينيه فوق او صينيه تحت. بنحط هنا، هو بصراحه اللي يشيل ساق 30 في 40 10 على 10، ال 40 في 40 بيبقى طالع لبره سنه صغيره. يعني العرض هنا بتاعه واسع حوالي 45 سم في عمق 36 سم، عشان الماسوره اللي جوه دي بتاعه النار اللي فوق، فلو انا حطينا صاج 40 في 40 هيبقى طالع لبره شويه. طبعا مع الهدايا هنقرب وهنشوف الفرن الجديد. دعواتكم لينا وما تنسوناش المتابعه، وباذن الله هنقدم كل جديد مع ملك الاجهزه محمود عباس. اهلا بكم من تاني اهو، قربنا عشان نشوف ملك الاجهزه جايب لنا الفرن الحشاش بالمقابض بتاعته طبعا الاصليه. دي الاول كان بينزل محابس صغيره، لا دلوقتي دي المحابس الكبيره زي نفس المحابس اللي في الفرن الكبير، مفيش اي اختلاف خالص. طبعا من ملك الاجهزه محمود عباس، ارقامنا بتظهر على الشاشه 01000 25 68 60، بتقدر تبعت لنا على الواتساب تحجز، بنبعت شحن لاي مكان. نشوف بقى الفرن من جوه وجمال الفرن من جوه. نشيل كده الرف بتاعنا وهنصور الرف دوت ونشوف ازاي نقدر نستخدمه. الفرن زي ما قلنا بلاطه مطليه مينا زي المرايه، نار من فوق ونار من تحت. الاول كان بيبقى فيه مشط عريض هنا زي اللي فوق ده كان تحت، احنا غيرنا النظام ده خالص، عملناه زي دايره زي نظام الافران بالظبط اللي هي العاديه بتاعتنا اللي هي المقاسات التانيه. حاجه ممتازه جدا. نولع من هنا بولعه شرز او بعود كبريت نقربه، او من الفتحه دي ممكن نقدر نولع، ومن هنا بنولع من اليمين ومن الشمال. حاجه الصراحه ممتازه. ابوه النار هي مدوره
باينه معانا في الفيديو. النار طبعا لما هتزيد معانا هتقدر تنزل ممكن لغايه الجنب ده. هتحمر اي حاجه، ما تقوليش مش هتحمر، مش هتعمل عيش، لا هتعمل اي حاجه انت عايزها. تعمل عيش، تشوي السمك، تعمل اي حاجه في الفرن هتقدر تستخدمه بسهوله. انا مش عايز اطول في الفيديو، طبعا انا شرحت قبل كده الحاجات دي كلها، لكن النهارده معانا الرف تقدر تستخدم في صينيه تحت وصينيه فوق. تحط مثلا صينيه صغيره وتحط الصاج بتاعك ال 30 في 40 فوق، او تحط الصاج تحت وصاج فوق عادي مفيش مشكله. تستخدم طواجن، تستخدم اللي انت عايزه. بيجي معاه المطرحه الحديد ومطرحه خشب من ملك الاجهزه محمود عباس لكل العملاء. الهدايا دي طالعه مع الفرن البيبي ده بس يا جماعه، مع الرف، مع المطرح الحديد، مع المطرح الخشب. سعره 3600 جنيه. متاح شحن لاي مكان في مصر، متاح شحن لاي مكان للدول الخليجيه، متاح شحن طبعا لكل الدول الاوروبيه. عايز تتاكد كمان من السيريال بتاع الفرن موجود اهو، شركه الحشاش الاصلي، ده شكل اللاكور بتاعه، كل حاجه متامنه. كعب ممكن اركب لك فيه عجل، عايز مش عايز تحطه في المطبخ، عايز اللي احنا نعمل لك قاعده مخصوص ليه، اعمل لك اللي انت عايزه ان شاء الله. شحن متاح لاي مكان، تقدر تتواصل معايا. ملك الاجهزه بيقدم لك افضل فرن في الوطن العربي، فرن الحشاش افضل فرن في الوطن العربي الصراحه. كله طبعا في عازل حراري مش هيسخن منك، استخدام محترم جدا. دعواتكم لينا ومستني رأيكم في التعليقات في شكل الفرن الجديد بعد التحديث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.